اهلا وسهلا المتتبعين العزاز الغاليين، كي بقيتم كي درتو لاباس عليكم؟ اموركم هانيه، احوالكم مزيانين؟ نتمنى لكم تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال اللي خداكم لينا. ايوا يا الخوت، سيدنا رمضان غادي عرفتي طاير، وحق الله الا طاير، الايام كلها غادا كتسبق. شنقول لكم، الصحه الا مشات هي اللي ما كترجعش، والحمد لله اللهم لك الحمد على كل حال. المهم يجعل ايامكم مباركه ان شاء الله بحول الله يا ربي، وكنقول لكم نهاركم مبروك بالصحه والسلامه وبالرزق وبالتيسير وباش كتمناو. ولا جات على خاطركم ولا جات على خاطركم، عارف راسي ما كنعطيكم شي فيديوهات اللي واو ولا شي حاجه اللي هذا، ولكن راه والله كنحاول ندير على قد المستطاع ديالي. راه تخيلوا مع بكم هذاك الحركه اللي قالت لي الطبيبه ديريها، والله الا كتجيني لها في شكل وحق الله ما كنقدش. ولكن هذا النهار هذا حاولت انني نديرها، ولكن لا قلت لكم فين درتها تموتوا بالضحك. حنيت تحت البوطاجين، جبدتو مسحت خملت قاديت، يعني لان خصني بحال دابا هكا شي حاجه اللي غنبقى مقرده عليها. زدت الحيوط ديال الكوزينه حتى هما داك التحتانيين، وانا غادا مقرده دايره داك الله يرحم عليها واحد المتتبعه قالت لي مزرعه ديري بشي ديال الضفدعه. ملي شوف اختي اليوم طبقت الضفدعه وطبقت المهم جميع المشيات راني طبقتها في هذا النهار هذا. ايوا الحمد لله على كل حال. قبل ما نبدا معكم الفيديو ان شاء الله بحول الله، شوفوا بلا ما تعيبوا راني قلبت المهم نفضت هاد الدريين هادو، قلبت داك الصندريات راه فيناتي داك الطبيلات هي باش ان شاء الله غنضرب واحد السيقه فعلا للتركه للدار، بحكم ان شاء الله غدا عندي الطبيب مازال ما عرفاش الطبيب شنو غتقول لي، واش غدا غيكون الفكاك يعني شمن واش عاديه واش بالعمليه. المهم جبت التحاليل الحمد لله اللهم لك الحمد، لقيت الامور كلها مزيانه. عندي شي شويه ديال فقر الدم وشي شويه ديال الكلاوي، من داكشي اللي قالت لي الاخرى داك البنيته اللي في المختبر، يعني ما شرحت لياش بزاف، ماشي بحال الطبيبه ملي غتدخلي عندها يعني غتقرا لك داكشي من ا حتى زد. ونتمناو على الله الخير، نتمناو على الله ان شاء الله بحول الله تكون الامور كلها مزيانه وتفك يا اختي بلا عمليه بلا والو. واخا كاين شي اللي كيقول لي راه ما تخافيش فاطمه الزهراء، ولكن عاوتاني انا والله ما عرفت. المهم عندي شي شويه ديال التخوف، والله يفكني ويفك امه سيدنا محمد الاجمعين كلها على خير وبخير. راه ماشي غير فك هاد الولده، راه اللي كاين عنده ضيقه في الكريدي، كاين اللي عنده المرض، كاين عنده كلها، وكيفاش كيف ما كنقولوا كلها والطريقه ديال الفكان ديالو. بلا ما تضحكوا داك البهله راه مازالت تماك في داك الطنجره في الاخر. البارح عيطت لبنى قلت لها لبنى حيت عارفه هي عندها جبيبنات عندها سطيرات وداكشي، عيطت لها قلت لها الله يعطيك الصبر ديال بانيني في جوج جبابن، ما عنديش ناخذ انا جبابن كبارين، انا عندي البوطاجين يعني صغير وتحت الكوزينه ضيق كيبقاو تمايا صافي، حتى اما كيطلعوا لي في راسي بعد شي خطره يعني كنلحهم ولا الاخر. قلت لها عطيني عندك شي جوج جبابنات كبار ندير فيهم داك البهله ان شاء الله مع دوز هادشي وانا نديرها لك. داكشي اللي كاين. قالت لي فاطمه الزهراء، غير هي ما كانتش في الدار، كانت ديك الساعات كانت في المحكمه، قالت لي في المحكمه. قلت لها تجي ونصيفط لك صباح، ما صيفطها شي. دابا عاوتاني راني شاده صباح باش تسيق معايا للدار وداكشي، باش راه داخله للكوزينه، حيت عارفه راسي غير غنصيفط صباح لعند لبنى ما غتجيني ميعاد الله من مول المغرب. بعدا خلا اختي مالا نفك بعدا تسيق معايا وتقد معايا وداكشي، غير كتشوفها زينب كتشنق عليها داكشي مجهد داكشي اللي كدير زينب على صباح بوحدو. والله العلي العظيم الاخواني الا بوحديتو هادشي اللي غادي نقول لكم كيف ما داك النهار قلتها لكم، قلت لكم داك الدراري الصغار هما اللي عندهم المحبه بلا خدع بلا هذا، يعني عندهم محبه صافيه. هذا ما كان الخوت. المهم قبل ما نبدا معكم ان شاء الله فروتيني ديال هذا النهار هذا، غنقول لواحد المتتبعه اقسم بالله العلي العظيم اختي، لانني انا كانت بيني وبينك داك المكالمه، ولكن جيتي وكتبتيها ليا في الكومونتير، يعني كتبتيها لي في الكومونتير. ما كنتش باغا نهضر في هذا الموضوع هذا، ولكن انك يعني حطيتيني امام الامر الواقع وجيتي لليوتيوب ودخلتي وكتبتيها في اليوتيوب، كذلك حتى انا غادي نجاوبك في اليوتيوب. في صباح الاخوان انا غير ناضت هزت تليفوني غير فيها ولات فيها واحد الطبيعه، ملي كتكون كتفرج في شي رسوم ولا كتفرج شي حاجه يرسمها شي حد كتقطع عليه. يعني انا كنظن راه بزاف ديال الوليدات في السن ديالي غيكونوا كيديروا هذه القضيه هذه. انا فاش شديت التليفون كنجبر ابيل، يعني كنجبر ديك الابيل، انا عندي واحد الجغيمه ديال التعبيه. السلام عليكم. عليكم السلام اختي، شكون معايا؟ سونيتي ليا وهذه قالت لي واش فلان الفلانيه، قلت لها لا، حتى قالت لي شكون انت، قلت لها انا فاطمه الزهراء، قالت لي واش فاطمه الزهراء مرات حدلها، قلت لها هكا انا متتبعه ديالكم كي بقيتي لاباس بخير كدير ديك التعبئه الطق وكتسكت. اقسم بالله العلي العظيم تيقه اختي ولا كاع تيقه سيا من الله على فمي، انا كنشيل فمي كما كنقولوا، ومع غاديه كيف ما كنقولوا ما عرفتش واش غنتفك ولا ما غنتفكش، ولكن غتكون اموري
ما غنكذبش عليك، لانني كنخاف من الله، ما كنخافش منك ولا كنخاف من شي حد ولا من الاخر ولا من الاخر. كنخاف من الله سبحانه وتعالى. فاش عيطت لي المره الثانيه وقلت لي ماشي ديالك هذه، وانا كنت دايره لك واحد النظره زوينه، وانا كنقول لك اختي اقسم بالله العلي العظيم الى التعبئه اللي قطعت ليا، والانسان يعني كنقسم لك بالله كنقول لك التعبئه اللي قطعت ليا وتجي ندير الكومونتير وتكتبي لي انا ما نويتهاش فيك ولا هذه، حتى انا اختي اقسم بالله ما نويتها فيك. يعني فاش حلفت لك وقسمت لك بالله، يعني راه شوفي شنو واش انا غنخاف منك انت؟ ما غنخافش من الله سبحانه وتعالى. كنقسم لك بالله كنقول لك انا راه ما قطعتش عليك، راه التعبئه اللي قطعت علاش غنقطع عليك؟ شكون انا في ملك الله؟ عبده بحالي بحالك. شنو زعما شنو زي شنو علاش ما غنعطيكش وقت ولا ما غنهضرش معاك؟ شكون انا في ملك الله سبحانه وتعالى؟ شكون انا؟ شكون هذا الانسان؟ عبده كاملين ولا 9 شهور، كانت بيني وبينك واحد الثانيه تقطعت لي التعبئه، عيطتي انت كنشرح لك، انت ما بغيتيش يعني اختي تفهمي بانني انا اقسم بالله، وانا كنقولها قدام هاد المتتبعين، ما عرفتش هاد الفيديو شحال غيتفرجوا فيه، انا ما قطعت عليك اقسم بلا اله الا الله ونزيد ولا اللي يجعلني نتفك. ما قطعت عليك، الا التعبئه دارت صدق وقطعت صافي اختي. نتمنى انني بشرى احقا درت بالوصيه ديالكم. شكرا لكم على المحبه لبنياتي كاملين، شكرا لكم بزاف. باش ما تقولوا ليش فاطمه الزهراء كيني ولا ميني ولا كذا ولا هذا، ها انت اختي، ها البيجامه عطيتها لبشرى، ها هي لبستها، ها انت اختي. تبارك الله اختي تعلمتي، تبارك الله. عاد كنعقل عليك نهار فاش تزاديتي صغيره اختي. لكن البارح صراحه القتله صواب الحال، والله العظيم ما ضربتها، باش ما نكذبش عليكم وحق الله الا ضربتها، ولكن ما تمتماتش معايا. دابا انا معصبه مع غيتا، وخيدا جالسه كنضرب في غيتا لان غيتا جاتها واحد الهستيريا ما عندها شي مجهد، وهي مشات سكات درت فيا هكا وفي غيتا، وانا داك الاعصاب اللي معصبه هي لا تكضحك وتخيلوا دابا واش شي واحد كيضرب شي واحد وكيدير علاش كدير كنموت. دابا انا قصه غيتا يعطيك رضا بنيتي، غيتا الله يعطيك رضا غيتا، وانا عرفتي ربي العالم بيا وباغا نسقر غير واحد الدقيقه د الماء، باغا نسقرها، ما بغاتش غير داكشي تا شتيتو داك كنضربها وكدير هكا، انا كندير داك وهذا كتضحك كضربها وغيتا كتسكت، ما كيفاش تخليها ساكته، لا كتزيد تكبر ليا كنتي تماك على ما تفتح. شو درت فيك انا؟ ما درتك كملت لك الباهله. كنتي مع البلان ما قلتها لهم البارح، اسكتوا والله الا خلعتوني وحق الله الا خلعتوني، خفت نحيدو حيت بقاو عليا الناس راه غيجيب لك البق، غيجيب لك القميله، غيجيب لك الهشامه ولا شكايت كنبحث عليها في اليوتيوب، المهم الصباح كله انا كنبحث، خفت والله العظيم لا خوفتوني. هاد الصباح الله يسمح لي يا ربي بغيت نتكلفوا انايا وقول لك شنو خدا اخر عطيتك باش ما تبقاش باش ما نبقاوش بلطوفه ولكن قلت لي ما تلبسهاش دابا تنولد عاد لبستيها باش نلبسها انا وياك، باش نلبسو انا وياك باش نجيو ماتشي فهمتي. اختي الله يرحم الوالدين. وقفه ماما ها انا شنو ضربي لا تبارك الله جبت يعني اختي الله يرحم اختي الله يرحم لك الوالدين. اللي كنتي تكتبي لي واش بنتك راها شرفت وتساعدنا الا كتولدي، اختي هذه اللي كتشوفي فيها راه مازال صغنونه، راه مازال صغيره، راه غير تبارك الله وصلى على النبي يا ربي كتبان فاخره، وما كتبان فاخره اكثر منها. الاخوه الاخوات باش ما بين قوسين، انا راه بنت 2009 شهر 10 في 4، هاد شهر 10 اللي داز في 4 يلاه كملت 15 عام ودخلت 16، دابا حتى شهر 10 في 4 ديال هاد الثالث العام هذا عاد غادي نكمل 16 عام. الله يخليكم غير انا تبارك الله فهمت فاخره. امك ماما مازال صغيره، ماما بنت 2000 بنت 1991 شهر 3 فيه 30، وبابا ولد 1985 شهر 9 فيه 16. يلا اختي شوفي ديروا الحاله مدام يلا رحمي وليدي ديروا علامات ديروا لنا شوفوا ديروا لنا حاله
اختي شوف والله كبرنا بطاعه الله ورسوله. انا كيعجبني بحال شوفي ما كيعجبني بحال هكا ما عنديش كنكبر كنكبروا الحمد لله كبرنا بطاعه الله ورسوله. شنو حنا غنبقاو دايرين بحال البورتكلي؟ لا حنا غاديين كنزيدوا في العمر غاديين كنزيدوا في السن. غير شنو واقع لنا عندنا الهرمونات كلشي تبارك الله سيري عندنا اختي الهرمونات زائدون شنديروا لهم. يعني الانسان كيفيض كيبان اكثر من السن ديالو داكشي الحمد لله اللهم لك الحمد. شكرا للناس اللي كيقول لك فاطمه زهره راه مازال صغيره. يعني الناس اللي في التقده ديالي راه مازالين مادين يديهم من الحنه. هادشي غادي نقول لكم شوفوا الله يزوج كل وحده ماده يديها الحنه. الله يسهل على كل وحده ماده يديها الحنه. غير اختي ما تزربيش. شوفي نقول لك اختي واخا تمدي يديك على الحنه في عمرك 33 ولا 34 ولا 35 قلبي على الزوج الصالح قبل ما تقلبي على الماده. راه كاين اللي كتكون الماده ولكن راه كيعيشك في العذاب الاليم، وكاين اللي كيكون الانسان على قد المستطاع ديالو كاين كتعيشي انت وياه الحلاوه ديال الحياه. الحلاوه ديال الحياه فهمتي. داكشي اللي غنقول لكم والله الحلاوه ديال الحياه كتعيشيها انت وياه. كتبداي انت وياه من ازيرو شويه درجه بدرجه. شنو نقول لك شوف راه يكون عندك زوج صالح اللي كيفهمك وكيبر بك وكيحس بك، على انه يكون عندك زوج عنده المبالغ الماليه ديال الفلوس ما كيعتبركش ما كيحسش بك كيفاش دايره ولا كيفاش دايره حياتك ولا ما كيقدركش ولا 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 ولا. راه شوفوا راه ماشي الماده راه بعد شي امور كتكون الماده وضروري من الفلوس وضروري من الماده اختي، ولكن راه بعد شي امور راه ماشي بالماده. راه السعاده ما كتشراش بالماده، راه الدريه ما كتشراش بالماده، راه بزاف ديال الامور ما كتشراش اختي بالماده. وحق الله العلي العظيم راه باش نقول لك الانسان اللي يدعي يقول يا ربي يا ربي تعطيني الذريه الصالحه، يا ربي ترزقني الذريه الصالحه، يا ربي لا تحرم شي وحده من الذريه. انا كندعي معكم من قلبي. وكذلك لا تحرم شي وحده من الزوج الصالح اللي يبر بها اللي يبر بك فهمتي. اما غير بحال دابا غير دعي معايا فاطمه زهره انني نتزوج ولا ان هذا اختي الله يسهل عليك اللهم تعالى ربي يفتح لك البيبان ديال الخير وان شاء الله تنسينا تزوجي وديري الذريه الصالحه. ولكن انا ندعي معاك بالزوج صالح اللي يستاهلك اختي، ماشي الزوج اللي مثلا غادي يكون عنده الماده وعنده الفلوس ولكن يتكرفس عليك وما يعبركش وهذه وهذه. لا ما نبغيها لكش اختي والله ما نبغيها لك. هادشي اللي غادي نقول لك. كيف ما كتعرفوا انا وعبد الوهاب بدينا صغار في الحياه وتقاتلنا مع الزمان بجوج. شنو هو الحلاوه اللي عايشينها انا وياه؟ وهي اي حاجه في حياتنا كنديروها بجوج. السيده اللي قالت لي لا خلي الراجل يمشي يخدم في العسه علاش اختي كتقول له لا ما تمشيش تخدم ولا ما تمشيش دير ولا تمشيش تفعل. الارزاق بيد الله. الا كان ربي مكتب له داك الخدمه باش انه غيمشي لها راه غتبقى كتسناه. ولكن اختي الخدمه د الليل انا اللي كنت عارفاها وانا اللي كنت معاه هنايا فاش كان عاس هنا في الحومه وكنت كنشوف المعاناه اللي كان كيضرب وما يمكنلوش. راه ما كاينش ماكسيم ان امو كتعرض ليه ولا كيكون عندهم شي عراضه ولا شي حاجه وكيقولوا له اجي ولا هذا وما كانش كيمشي. علاش؟ لان ما يمكنليش انه يخلي واحد الكميه ديال السلعه ديال الناس هنا منزله وداك السلعه راه كتسوى الفلوس صحيحه راه كتسوى المبالغ الطائله وغادي يمشي فهمتي. نتفك ان شاء الله بحول الله على خير وبخير. بالنسبه عاوتاني كذلك واحد السؤال غادي نجاوب. كتقول لك وحده خيتي قالت لك فاطمه زهره علاش كتبقاي تقولي يعني كانك مقطوعه من شجره؟ اختي شوفي نقول لك عندي خوتي وكلها عايش في حياته كلها عايش حياته وكلها عنده مشاغل وكلها عنده وليدات وكلها عنده مسائل. انا ما غاديش نفرض على اختي انها تخلي ولادها وتجي عندي تقابلني ولا غادي نفرض على شي حد باش انه يخلي الحياه الخاصه ديالو يجي يقابلني. ولكن غنفرض على الزوج ديالي لان اكثر انسان كنحط عليه راسي واكثر انسان نكذب عليكم نقول لهم كيحن فيا والله العظيم لا كيحن فيا. يعني اكثر انسان كيحن فيا هو كيحن فيا وانا كنحن فيه. يعني بيناتنا واحد باش كنقول لك راه ماشي الفلوس ماشي هي كلشي. راه تكون غير الحياه بيناتكم واحد العلاقه اللي هي زوينه كتحنوا يعني كيحن فيك وتحني فيه كيحس بك وتحسي به. واما الفلوس راه كتجي مع الوقت. يعني الانسان شوفوا نتعاونوا مع بعضياتنا ندقوا مع بعضياتنا نتفاهموا مع بعضياتنا نتغنوا مع بعضياتنا كذلك. هادشي اللي كاين. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هضرتي بالضبط بالاكزاكت. وهذا ما كان الخوت الله يخليكم ربي وليداتكم. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار فيديو غير خفيف ظريف راني عارفه باش ما نخليش القناه خاويه. ودعيو معايا الله يجازيكم بخير. غدا ان شاء الله في الصباح غيكون عندي الطبيب
يعني ما عرفتش شنو غادي يقولوا لي، ما عرفتش كيما قالت لي الطبيبه واش هكا ولا. نتمنى يا ربي تكون ولادة ان شاء الله بحول الله ميسره بلا فتيح بلا والو الخوت، باش نمشي لداري نجمع وليداتي ونقاد اموري. وان شاء الله نتمنى ان عرفتي تكون واحد المفاجات اللي زوينين، نشوف هذيك الكتكوته الصغيره اللي راها جايه. الله يخليكم ربي وليداتكم. شوفوا واخا كيكونوا عندكم تبارك الله وصل على النبي 5 ولا 6 ولا 7، ولكن راه ما يمكنش هاد السبعان هادو طيري منهم شي واحد، لا ما يمكنش. تفني كلهم بحال كلهم عندهم محبه وحده، كلهم كيكون عندهم يعني واحد الحب اللي هم كاملين كلهم الخوت. والسلام عليكم، والله يرزق كل وحده داكشي اللي كتمنى في خاطرها، غير ما تكونش اختي كدعي فيا صافي. والسلام عليكم.